سلام سلام، صحة فطوركم الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا ملاح ونتمنى نهاركم جاز بخير. اليوم راني رايحه ندير لكم افضل غراتان عندي، هو غراتان بطاطا بالفيونداشي ويجي من الفوق بلا بيشاميل. واش نقول لكم يا البنات، بزاف بزاف بنين ويجي متشخ بلا صوص، ما يجيكمش ناشف. المكونات ديالو ماشي بزاف، نتمنى تجربوه. شوفوا معايا طريقه التحضير. الحاجه الاولى اللي نديرها، خديت مقله درت فيها شويه سمن، بعد ما داب حطيت البصل اللي كنت قطعته شرائح كما راكم تشوفوا، تبلته بالملح وفلفل الكحل، خليته يتقلى حتى يدبل لي هذاك البصل. بعد ما دبالي البصل زدت الفيونداشي نخلطهم مع بعض، وهنايا نقصت على النار خليتها مهيله باش اللحم يطيب. وزيد هذا الخليط ما يجيكمش ناشف، يعني تجي فيه لاصوص كما راكو تشوفوا. من بعد زدت الفيونداشي كميه لاباس بها، كما نعرفوا الفيونداشي يعطي بنه هايله. نخلطهم مع بعض. وبالنسبه لا بيشاميل خديت مغرفه كبيره تاع لا مارغرين، بعد ما دابت لي زدت لها مغرفه كبيره تاع الفرينه، نخلطهم مع بعض حتى نتحصلوا على خليط كريمي. من بعد نزيد الحليب غير بالعقل، يعني تدريجيا. انا استعملت كاس حليب كبير. درت لا بيشاميل ديالي الملح وفلفل كحل وجوز الطيب، وزدت لها دوكا مغرفه كبيره تاع الفرماج. انا استعملت الفرماج تاع البيدون، نتوما استعملوا اي نوع. نقعد نحرك على نار قليله حتى نتحصلوا على بيشاميل تكون ما ثقيله ما خفيفه. خديت مولي يدخل الفوغ، درت لا بيشاميل مع الاول، ودوك راني نستف البطاطا اللي كنت قليتها قطعتها دوائر. الطبقه الثانيه درت هذاك الفيونداشي، ونزيد ندير فوق الفيونداشي البطاطا، وفي الاخير ندير لا بيشاميل اللي كنت درتها معكم. نزيد الفرomاج غابي من الفوق، ندخلها للفوغ، نشعلها من التحت ومن الفوق. كي نشوف الكراتان تاعي تجمر ولا بيشاميل تحمرت، تما نطفي عليه ودوك نوريه لكم كيفاش جاني. هاوليك الكراتان بطاطا بالفيونداشي في شكله النهائي بعد ما حمرته من الفوق. جا ما شاء الله الريحه تهبل، والبنه ما عندي ما نقول لكم. هنايا خديت لكم مرصوص، شوفوا كيفاش جا متشخ ومشمخ بلا صوص. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم وصحه سحوركم.